نبدأ بقى بالزمالك، نبدأ معاك يا أستاذ محمود. والزمالك وغزل المحلة و6-1. يعني كان في اعتبارات كتيرة قوي قوي قوي. المحلة هزمت على أرضها 3-0 أمام المصري. نعم. في مفاجأة، يمكن المصري ما حققش هذه النتيجة العالية أبدا بره ملعبه. صحيح. والمحلة عائدة للدوري، يعني أولى الفرق التي صعدت من الدرجة الثانية للممتاز، وأجيال أجيال أجيال قدمت لمصر أجيال. في وقت من الأوقات كان خط هجوم المحلة كله منتخب مصر. نعم. الله يرحمه عبد الرحيم خليل وعمر عبد الله والمرحوم عماشة وعبد الدايم يعني هقول مين ولا مين، والسياجي طبعا وكل دول. فالمحلة فريق تاريخ واسم، صدموا بالهزيمه الاولى على ارضهم برغم الهدف المبكر ده، برغم الهدف المبكر طبعا اللي جابوه في الزمالك. لكن طبعا في المقابل الزمالك خارج من نكبه، وبقول نكبه لان جمهور الزمالك اللي خرج مصدوم في مباراه انبي في نهائي الكاس، خرج مصدوم وكان رائعا في سلوكه وفي تصرفاته، وخرج بادب. وحسن شحاته باسمه الكبير يعني اختير طبعا الفيفا مش انا انه اعظم مدرب في تاريخ افريقيا. نعم. ومعاه مجموعه متميزه جدا من اللاعبين، لا احد منهم يشكك في قدره واحد منهم. فكان لابد للزمالك ان يصالح جمهوره بالفوز. نعم. الفوز لم يكن هناك ما يهم ان يقدم مباراة جميلة، وإنما يهمه أن يفوز. لاحظنا طبعا بعض التغييرات، يعني عاد أحمد سمير ليلعب ظهيرا أيمن، كان في الوقت ده بيشغله حازم إمام أو عمر جابر. وطبعا يعني الهدف المبكر على للمحلة كان نكبة عليها. كان نكبة لأن طبعا هدف صامويل أوسو. صامويل اوسو طبعا هو جول حلو جدا، وبيقولوا اوف سايد، انا بقول لا، هدف صحيح 100%. نعم. ليس فيه تسلل ولا حاجه. مظبوط. وهذا الهدف كان وبالا على فريق المحله، لان الزمالك وهو يلعب في بلد بيحبوه، شعب الاسماعيليه بيعشق الزمالك، والزمالك يعني اختار هذه المدينه لان يشعر ان له جمهور. يمكن بس المصيبه اللي بالنسبه له من الاسماعيلي كان يلعب قبل هذه المباراه في الغردقه امام الجونه وخسر هزيمه ثقيله جدا، فاحزنت جمهور الاسماعيليه فلم يذهب لتشجيع الزمالك. طب هو عنده دلوقتي الماتش الجاي يا استاذ محمود خارج ملعبه ايضا، اللي هي الانتاج الحربي. الانتاج الحربي، هل تفتكر هيلعبوا في الاسماعيليه؟ انا سامع ان هو بيدور على نادي اخر غير الاسماعيليه. والله انا اقول لحضرتك، انا كلمني ناس كتير جدا من السويس، والزمالك له جمهور كبير جدا ايضا في السويس. نعم. فارى ان وبورسعيد حتى برغم الصدام اللي كان حصل في الموسم الماضي بين الزمالك والمصري، لكن تبقى مدن القناه هي معقل جماهير الزمالك. فممكن يلعب الماتش في السويس، سواء لعب في البورسعيد او الاسماعيليه او مش هيلعب بعيد عن هذه الثلاث هو مدن. بتروجيت عنده بره ملعبه في الجوله الثالثه. اقول لحضرتك حالا، بتروجيت عنده مباراته في الاسبوع الثالث بره ملعبه مع مصر المقاصه في مصر المقاصه. فيبقى ممكن هيبقى الملعب فاضي فعلا في السويس. مظبوط كده، صح. وكتير زملكاويه كتير اتصلوا وبيطلبوا استضافه هذه المباراه. سواء لعب الزمالك في السويس او في الاسماعيليه. اعتقد السويس هتبقى اقرب، لان هو واضح انه ملوش رغبه يلعب في طب عندي سؤال يا استاذ حسن، يعني الفوز العريض طبعا للزمالك ده ازال عن لاعبيه حاله اهتزاز الثقه اللي عقبت الخساره طبعا بتاعت نهائي كاس مصر. طبعا. هل هو كان محظوظ ان هو لاعب فريق المحله عشان يستعيد الثقه، مع كل الاحترام للمحله، لكن لسه طالع من القسم الثاني وفي بدايه المشوار والى اخره؟ هو طبعا وبعد هزيمه ثقيله برضه قدام المصري. يعني الحقيقه غزل المحله مش عايزين برضه ننكر تاثير الهدف الثاني غير الصحيح. نعم. اللي تحسب للزمالك على لعيبه غزل المحله. نعم. لكن بشكل عام الزمالك لعب 7 دقائق بعد هدف غزل المحله هجوم في غايه الشراسه، واي واحد شاف ال7 دقائق دول قال الزمالك هيتعادل والزمالك ممكن يكسب كمان. واضح ان المحله فريق مهلهل وفريق ضعيف، ولعبته فاقده الحماس والروح،
حتى يعني كانوا واقفين كلهم بيتفرجوا طوال المباراه على لعيبه الزمالك اللي تلاعبوا بيهم. 6-1 دي كان ممكن النتيجه تبقى اكتر من كده بكتير كمان. هل الاخطاء التحكيميه ساهمت في القصه دي؟ بصوره يعني شويه، لكن وبصدق رغم اخطاء التحكيم الزمالك كان لابد ان يفوز. نعم. للاسف الشديد ان خطا التحكيم او اخطاء التحكيم افسدت فوز كبير للزمالك والانطباع عن هذا الفوز. نعم. ما كانش الزمالك محتاج اي مجاملات ولا اي اخطاء حتى عشان يكسب المحل. نعم. يعني لو المباراة عادت بدون، عشان بقى نبقى واضحين، ايوه، بدون الخطأ بتاع هدف احمد عمرو زكي، الزمالك كان يكسب طبعا. استاذ حسن، خلينا نروح للاستاذ محمود. هل غزل المحله بيحتاج لتغيير جهاز فني ولا بيحتاج ايه عشان يستعيد بريقه؟ هو يعني صلاح الناهي مدرب كويس قوي قوي، شفناه 15 16 سنه مع نادي الكروم وصعد بيهم مرتين للدوري الممتاز، ويعني كفاءته لا احد ينكرها، ولكن البلد مدينه المحله زي بعض المدن الاخرى لا تقبل دخول غريب عليها، وهم يعتبرون ان صلاح الناهي يعني غريب عليهم، ولذلك اللاعب يعني بعض اللاعبين القدامى والمدربين القدامى في المحل من اول يوم لوصول صلاح الناهي يضعون العراقيل ويحرضون الجماهير ضده، ودي مشكله كبيره. ودي مشكله كبيره. انا عارف اساميهم، لكن مش عايز اقول. نعم. مش عايز اقول اسامي الذين يحرضون الجمهور ضد صلاح الناهي. وحتى والله طب وهل هيحرضوا الجمهور بقى ضد اي مدرب يجي من غيرهم؟ اي حد هيجي من بره المحله هيحرضوا عليه. طب ولو من المحله؟ قبل كده عملوها مع اعتقد محمد عامر والتاني اعتقد حلمي محمد حلمي. ده انا سامع انه اجيب محمد حلمي. هو كان الكلام ده اللي انا قلته بالفعل اول امبارح. لكن اي حد هيجي من بره المحله انا متصور ان مش هيسيبوه في حاله، وهيحرضوا الجماهير وهيضعوا امامه العراقيل، ولذلك يجب ان يكون المدرب يا اما اجنبي يا اما خواجه يا اما واحد من ولاد المحله. مين ولاد المحله المرشحين من وجهه نظرك؟ ما هو اصل بعضهم متهم ان هم لا هتقول طيب يعني خلينا نسال الكابتن مدير جهاز الناشئين في لا، لانه اكيد يبقى ممكن يبقى عنده الكابتن عمر عبد الله. كابتن عمر، مساء الانوار يا كابتن. سلام يا عمر. كابتن عمر. عمر شوفوه يا جماعه الصوت. يا شيخ عمر، يا ريت عمر عبد الله، يا ريت. طيب هنحاول نجيبه تاني، هو ماسك قطاع الناشئين لكن ولاعيب دولي ومدرب وعلى خلق وراجل متدين، ويا ريت عمر عبد الله والله. عمر بقى مع حد مثلا السيد محرز، السياجي، يبقى ممسك في محمد فايز موجود، في شريف الخشاب موجود، في كذا لاعب من المحلويه موجودين يعني. والسياجي يرجع يمسك رئيس مش سياجي بقى ربنا يديله الصحه يعني، ربنا يديله الصحه شويه يعني، ربنا يديله الصحه يا رب ان شاء الله. محله مليانه قيادات شوقي فندم. شوقي غريب عرض عليه وهو شوقي غريب من الذكاء طبعا، فقال لك انا مش ضامن الفرقه ولا يعني اتصور، لانه هو الوضع الطبيعي كان يمسك. ولا انت رايك يا استاذ حسن؟ طبعا شوقي الوضع الطبيعي كان يمسك. يعني انا ارشح شوقي يعني. لا ترشح شوقي غريب. ارشح شوقي. ترشح شوقي. لا ارشح شوقي. ليه؟ لان شوقي طموحاته منتخب مصر، طموحاته فرقه في الخليج كبيره، لكن يعني هي دي بلده وهي اللي صنعته وهي لكن من حقه برضه ان يتطلع ان هو يكون مدرب منتخب مصر. طيب وما ادراك ان شوقي دماغه مليانه كوره ويقدر يصنع من فريق المحله ده فرقه كوره كويسه، بس لازم يبقى في مسانده من جمهور نادي المحله. اعتقد شوقي هيبقى محبوب جدا من جمهور المحله، اتصور هذا، وكراجل نجم التدريب بيتهيألي يعني، نجم لعيب كمان، وطبعا كان لعيب عظيم. استاذ حسن، تتصور الكابتن حسن شحاته استقر بشكل كبير على التشكيله الرئيسيه اللي هيكمل بيها الدوري العام؟ يعني التشكيله قدام حضرتك اعتقد نادي الزمالك يعني. طبعا. لا استقر طبعا، يعني انا عبد الواحد السيد، محمد عبد الشافي، فتح الله، صلاح سليمان، حازم امام لا مفيش حازم امام المره اللي فاتت، كان لا احمد سمير. انا عارف هو بيقول بديل يعني. انت بتقولي التشكيله الرئيسيه. اوكي. التشكيله الرئيسيه حازم امام، وما اكرر تاني حازم امام من اخطر لاعبي نادي الزمالك. اوكي. ابراهيم صلاح، احمد حسن طبعا،
شيكابالا، احمد جعفر، عمرو زكي. عنده رزاق لو كان يعني ظهر بقى بصوره جيده. انا عارف ان كابتن حسن شاف رزاق ومبسوط منه، فقد يكون رزاق احد الافارقه الموجودين في الفرقه بشكل، لان احمد جعفر لعيب عنده هدوء اعصاب جوه ال 18 بيجيب اجوان. انما يمكن الزمالك محتاج راس حربه مع عمرو زكي يعمل دريبلينج ويخترق بقوه يعني. فقد يكون ده هو ده عبد الرزاق. عنده طبعا ميدو رجع بقى هو ما شاء الله وبدا يقف على حيله يعني مش هقدر احكم بضربه الجزاء اللي سجلها. صحيح. لكن طبعا ميدو العاب هوا اكيد هيبقى مميز فيها في ال 18. اعتقد ان الزمالك ده التشكيل اللي ممكن يكون الكابتن حسن شحاته استقر عليه. كلمه اخيره بس، المرغني، انا شايف ان الناس كلها عماله تتكلم على المرغني انه مش دي المواجهه القادمه بدون قطع حديثك، حسن شحاته وفاروق جعفر، الزمالك وطلائع الجيش. هذه المواجهه القادمه بمشيئه الرحمن يوم الاثنين اللي جاي. احمد المرغني بيعمل مجهود دفاعي جبار في وسط الزمالك، وبيجري كتير. هو بيجري كتير ويفسد كتير، لكن ما بيبنيش، لان اللي بيبني احمد حسن، شيكابالا، لاعيبه وسط تانية. نعم. هو له وظيفه محدده. وانت موافق على الوظيفه دي؟ هو بيعملها بشكل جيد. اوكي، يعني انت مقتنع ان هذا هو مكان احمد المرغني؟ والناس للاسف ما في ابراهيم صلاح كمان. وابراهيم صلاح طبعا. لا بس ابراهيم صلاح بيكمل ساعات بيعمل واجب مسانده من وسط الملعب. المرغني ممنوع يتقدم. المرغني وظيفته انه يكون قدام رباعي خط الظهر ويغطي تقدم حازم امام او تقدم عبد الشافي. يعني لو عبد الشافي طلع تخطى ولعب في الجناح، المرغني يرجع يغطي مكانه، او مع حازم امام يعمل ده. كمان بيقابل اي ضغط على فرقته من وسط الملعب بشكل مبكر. وده لعيب مهم جدا الحقيقه، اللعيب اللي بيفسد ده.